حطي ده يا فيروز، ينفع كده؟ انضفه انا ازاي دلوقتي؟ خلاص يا ماما انا عندي الحل. ده ايه بقى؟ ده جهاز البخار بتاع سكاني. طيب وريني كده. حطينا الميه هنا ويلا بينا نشتغل. خطير يا داليا، خطير خطير خطير. الحته رجعت جديده تاني. الميزه بقى يا ماما ان هي صغيره كمان خفيفه، مش هتتعبك خالص وانت شغاله، غير ان جاي معاها قطع غيار هنا عشان الحاجات الناشفه، ودي عشان الحاجات الصغيره اللي بتدخل في البخار وتنضفها. حلوه قوي. دي كبيره شويه فرشه بلاستيك، ودي زيها صغيره. غير بقى طبعا دي ممكن نعمل بيها الازاز، وممكن نشيلها الفوطه هتنضف الازاز وكمان تنشفه. خبر ابيض، ده البوتاجاز النظيف. ما ده ميزته بقى ان هو بيطلع الحاجات اللي مش بنعرف نطلعها بالسفنجه والصابون العادي. حلو قوي بجد، خطير. وبينظف كمان الافران والاسطح الازاز، بجد بيخليها بتبرق. شايفين؟ خطير جدا وسهل جدا جدا، تحفه. كمان الفواصل بتاعت السيراميك احيانا بيتكون عليها كده حاجات لونها غامقه او صفرة، بينظفها وبيشيل الكرس والجير من على الخلاطات بتاعت الحمامات والمطابخ. وكمان الانتريهات والمراتب بينظفها ويعقمها كمان. شايفين النظافه والجمال؟ تحفه. حبيت. خلاص يا زوزو شخبطي براحتك وسكري هتنقذنا.